يستمر معهد الكوزن المصري الياباني بمدينة 10 من رمضان في فتح باب القبول لطلاب الحاصلين على مجموع 85% فأكثر في الشهادة الإعدادية والحصول على 238 درجة في الشهادة الإعدادية. تبدأ خطوات التقديم بإنشاء حساب شخصي على موقع صندوق تطوير التعليم، ثم تسجيل في اختبار القبول الخاص بالمعهد وتحميل كافة الملفات المطلوبة على النظام. وسيتم التواصل مع جميع المتقدمين لتحديد مواعيد الاختبار وكيفية سداد الرسوم الخاصة به، على أن يغلق باب التقديم يوم الخميس الموافق 31 يوليو في تمام 4:00 عصراً. ومن بين شروط القبول اجتياز اختبار تحريري للقبول يعقبه اجتياز المقابلة الشخصية التي تهدف إلى قياس الاستعداد المهني والمهارات الأساسية للطالب. وتم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتقديم 100 منحة دراسية بخصم 50% من المصروفات للطلاب المتميزين. اختبار القبول لمعاهد الكوزن المصرية اليابانية هو اختبار متعدد التخصصات يتضمن 4 مجالات: الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، مهارات التفكير. يعقد الاختبار على جلستين، مدة كل جلسة 90 دقيقة. تتضمن الجلسة الأولى اختبار الرياضيات واللغة الإنجليزية، وتتضمن الجلسة الثانية اختبار العلوم ومهارات التفكير. عدد أسئلة كل مجال 60 سؤال، ويتم إجراء الاختبارات باللغة الإنجليزية. ونظام الكوزن المصري الياباني نظام تعليمي متطور مستوحى من النظام الياباني، يطبق على الحاصلين على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية، ويبدأ تنفيذ هذا النظام في سبتمبر 2025، ويشمل دراسة لمدة 5 سنوات يتم خلالها تأهيل الطلاب في مجالات الهندسة والتكنولوجيا. ويحصل الطلاب الذين يدرسون بنظام الكوزن على دبلوم الكوزن، وهي شهادة فوق متوسطة تؤهلهم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية وكليات الهندسة وكليات الحاسبات. وتشمل أهداف نظام الكوز إلى تطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر وتزويد الشباب بالمهارات. ويشمل معهد الكوزون المصري تخصصات في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطاقة الخضراء والألواح الشمسية، وتخصص الرقائق الإلكترونية والإلكترونيات الدقيقة. كما يركز على التدريب العملي والتجارب الميدانية منذ المرحلة المبكرة من الدراسة، والنظام مصمم لتنمية مهارات. وسيتم قبول طلاب الدفعة الأولى من المعهد التكنولوجي المتقدم الكوزن المصري الياباني اعتباراً من سبتمبر 2025 للدراسة بمقر مركز التدريب المهني 10 من رمضان التابع للمصلحة، مع الاستفادة من الإمكانيات المادية واللوجستية والتقنية المتاحة بالمركز.